ليش كتير بنشوف من التيارات الأوروبية بتهتم بدعم قضايا المثلية الجنسية والتنوع الجنسي، وليش بنشوف انتشار كبير لشعارات التنوع الجنسي، وبنشوف شخصيات مثلية بالأفلام والمسلسلات حتى المخصصة للأطفال منها؟ الأسباب متنوعة ومتعددة، منها أن الشركات التجارية ممكن تستخدمها للتسويق، لاكتساب ثقة الناس. الشركات هي اللي متهمة انتهاكات حقوق الإنسان، وللعمال ممكن تستخدمها لتحسين صورتها وإنه هي بتدعم حقوق الإنسان. هذا الشيء ممكن تقارنه بالشركات العربية والإسلامية اللي ممكن تستخدم عبارات وطنية أو دينية إسلامية أو مسيحية بهدف اكتساب ثقة الناس أو التسويق لنفسها. أو ممكن تقارنه بالسمان أو الدكنجي الموجود بحارتك اللي ممكن يحط القرآن أو عبارات إسلامية عنده بالمحل. وبالطبع في كتير من التجار والشركات ممكن تكون فعلا مؤمنة بهي المبادئ وبهي الشعارات اللي عم ترفعها، أو ممكن بعض التجار عندهم مزيج من المنفعة والإيمان بهي المنطلقات وبهي المبادئ والشعارات. ومثل التجار في سياسيين وأحزاب ودول بتستخدم قضايا المثلية الجنسية كمان للترويج عن نفسها أو نوع من الغسيل السياسي. فمنشوف إسرائيل مثلا بتروج عن حالها كثير من الصور اللي بتحسن صورتها قدام العالم بأنها دولة ديمقراطية، دولة متقدمة بالعلم والتكنولوجيا، ومبينات هاي الصور هي إنه هي دولة داعمة للمثليين أو صديقة للمثليين. وطبعا هذا بذكرنا بالأنظمة العربية اللي بتستخدم المقاومة والعروبة والإسلام والتدين لتبرر جرائمها وأفعالها ولتاخذ شرعية ودعم من الشعب. وبهي الأمثلة اللي أعطيتها بنشوف إنه دعم التنوع الجنسي وقبول المثلية الجنسية أصبح قيمة إيجابية مثل قيمة الصدق أو الوطنية عند البعض. قيمة ممكن في جهات تستخدمها لتحسن من صورتها. وهون السؤال إنه كيف أصبحت هذا الشيء قيمة وليش؟ طبعا في تفسيرات عديدة، في تفسيرات اقتصادية، سيكولوجية، اجتماعية، سياسية، تاريخية، لكيف دعم القضية المثلية والتنوع الجنسي أصبح جزء من حقوق الإنسان وأصبح قيمة إيجابية ينادي فيها الكثير. وهي التفسيرات العديدة ليس بالضرورة تكون تفسيرات متناقضة، إنما تفسيرات بتكمل بعض البعض أو عم بتضيء لجوانب مختلفة. في الفيديوهات الجاية لأحكي عن أحد هي التفسيرات اللي تساعدنا نفهم بشكل أكبر عقلية ورؤية كثير من هي التيارات الداعمة للمثلية الجنسية والتنوع الجنسي في الغرب أو حتى في العالم العربي وبقاع أخرى.